أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنذرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي بعث الله رسولا كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تر إلى ربك
يريك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا يجعل به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والذي خلق من الماء بشرا فجعله نصرا وصيرا وكان ربك بديرا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ولا شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون بربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويغضب فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا
يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم بل كذبوا فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يستوون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون لهم علي ذنب أرادوا أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نحبك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الجاهلين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله له ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لنجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله
إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجئه وأباه وابعث في المدائن عاجلين يأتوك بكل سحر عليم وجمع السحرة لميعاد يوم معلوم وقيل لله فيها ينظر مجتمعون لعلنا نتبع سألت إن كانوا متواردين لما جاء السحرة قالوا لفرعون إننا لأجرا إن كنا نحن الوارثين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ألقي سحرة ساجدين السحرة آمنا برب العالمين موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلمنكم أجمعين قالوا لا ضيها إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون بعبادي فرعون في المدائن عاجلين إن هؤلاء أولئك شرذمة قليلون إنهم لنا لغائرون إنا لجميع حذرون أخرجناهم من جنات وعيون كنوز ومقام كريم وذلك وأورثنا بني إسرائيل أتبعوا هم مشركين لما ترى الجمعان قال الله موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرد كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم ثم الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل عاكفين قال هل يسمعون لكم تدعون ينفعونكم ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إنهم
عدو لأهلها رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت جنة للمتقين وبرزت جحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون كبكبوا إياهم والغاوون وجنود إبليس يجمعون قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين ما أضلنا إلا المجرمون أما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة ونكون من المؤمنين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون حسابهم إلا على ربنا تشعرون وما أنا بضارب المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال هبي إن قومي كذبوني وافتح بيني وبينهم فاسأل ونجني ومن معي من المؤمنين فنجيناه ومن معه بكل المشهور ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبدون تتخذون مصالح لعلكم تخرجون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدنا أم لم
لم تكن من الواعظين هذا إلا قول الأولين وما نحن بمعذبين كذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وتتركون فيما هؤلاء في جنات وعيون وشروع ونهر برهان وتنحتون من الجبال بيوتا فريدا واتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون إنما أنت من المسحرين أنت إلا بشر مثلنا تأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولهم يوم يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ويأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبروا نادمين أخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا لا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين تأتون الزكاة سبحان من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فأنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني بعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا بالغابرين ثم ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فجاء مطر المنظرين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب ألا تتقون لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان على يوم عظيم إن
كان لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين لتنبيه الرحيم على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل لو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون رب عذاب بنا يستعجلون فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أهلكنا من قرية إلا لا منذرون وما كنا عالمين وما تنزل بالشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون لا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فأنذر عشيرتك فقبل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين سمعتك فقل إني بريء مما تأمرون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يليك ما تقوم وتقلبك فكافي الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون هواهم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي المنقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء عذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر هو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تذكرون قبس لعلكم تذكرون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق
عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين لما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إلا هذا هو الفضل المبين ونشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتفقد الطير فقال ما لي لا أعلمت أن كان من الغالبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين مكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحد بي وجئتك من ثلاث نفر يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن سبيله فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فأرضيه ثم تولى عنهم فقل ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ساخرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعدها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي كبير قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر ومن كفر فإنما يكفر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ولما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وعلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله هل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون إلى الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا كل كهله وإنا لكاذبون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون فاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فأنتم